هناخد الدرس الثاني في الوحدة الرابعة في التاريخ. الدرس بعنوان روائع حضارتنا الإسلامية في النظام الاقتصادي والنظام الاجتماعي، وده يا ولاد كانوا درسين. شوفوا بقى منهج تاني إعدادي ده كان طويل قد إيه؟ كانوا درسين، كان النظام الاقتصادي لوحده وكنتوا بتاخدوا النظام الاجتماعي كمان لوحده. المرة دي جاب لنا الدرسين، أخدنا ضم لنا الدرسين في درس واحد، طبعا مع الاختصارات اللي هو اختصرها في الدرسين. هنبدأ دلوقتي بالنظام الاقتصادي. إن شاء الله الحصة دي ناخد النظام الاقتصادي، ولما نيجي نتكلم يا شباب على النظام الاقتصادي في الدولة الإسلامية، الأسس اللي قام عليها هذا النظام هي أسس طبعا اتبعت أو انبثقت من القواعد الأخلاقية أو من المبادئ الموجودة في الدين الإسلامي، مبادئ الدين الإسلامي السامحة. نشوف علشان تبقى الأمور واضحة بالنسبة لكم. طيب، أهم حاجتين اهتم بيهم المسلمين وأهم الحاجات اللي أنشأتها الدولة الإسلامية في النظام الاقتصادي أو المؤسسات الاقتصادية اللي أنشأتها الدولة الإسلامية من البداية، كانت إنشاء بيت المال اللي أنشئ في عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 2، الاهتمام بالأنشطة الاقتصادية زي الزراعة والصناعة والتجارة، ودي ممكن ناخدها إن شاء الله في الحصة اللي جاية. تمام؟ طيب النهارده بما ان انا هتكلم عن اهم المؤسسات، هي انشاء بيت المال، بيت مال المسلمين. بيت مال المسلمين ده اللي هو بيعادل حاليا وزاره الماليه، وزاره الماليه، يعني ده اللي موجود حاليا في الدوله. ما فيش حد يا ولاد في الدول العربيه كلها عنده حاجه اسمها بيت المال، ما فيش المؤسسه دي مش موجوده. امال ايه اللي موجود بيوازيها او هي نفسها ولكن مع اختلاف المسميات؟ اسمها وزاره الماليه حاليا. طب لما اجي اتكلم عن بيت مال المسلمين، اقول متى انشئ؟ او يجي لي طبعا ما بيجيليش سؤال يقول لي متى انشئ في الدراسات، دايما يقول لي اكمل. انشئ بيت مال المسلمين في عهد، اقول له على طول الخليفه عمر بن الخطاب. طب لما يجي لي سؤال بما تفسر، خلاص ادي سؤال اكمل وعرفناه. طب ليه عمر بن الخطاب انشأ ديوان بيت المال واهتم بتطويره؟ هقول لكم يا اولاد لان الدوله الاسلاميه في عهد عمر بن الخطاب كانت وصلت لاكبر اتساع لها. يبقى بسبب اتساع الدوله الاسلاميه. طب والدوله يا مس لما تتسع ليه يعمل لها بيت مال؟ هقول لكم علشان الدوله بقى عندها ايرادات كتيره وعليها او ليها مصروفات كتيره. طب يعني ايه ايرادات؟ يعني ايه مصروفات؟ الايرادات هي كل الاموال اللي بتكون داخله للدوله يا اولاد من القطاعات المختلفه. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي مثلا مسؤول عن الدوله الاسلاميه، ليها ايرادات كتيره جايه من الزراعه، في اموال جايه من الزراعه داخله لي انا من الزراعه، في اموال داخله من الصناعه، في اموال داخله لي انا من الايه؟ من التجاره. طيب يبقى دي كلها اسمها ايه؟ ايرادات. يبقى الاموال والفلوس اللي داخله عندي اللي هحطها انا في الميزانيه بتاعتي او هحطها في بيت المال اللي هو وزاره الماليه، هو دي اسمها ايرادات. اسمها ايرادات. ده الايراد بتاعك، ده الايراد بتاع الدوله الاسلاميه اللي داخل لها الفلوس والاموال اللي داخله الدوله الاسلاميه اسمها ايرادات. انما المصروفات هي هتاخد الايرادات والفلوس دي تنفقها فين؟ هو ده اللي هنعرفه في درس النهارده. اهم جزئيه عندي في الدرس ان انا اعرف ايرادات بيت المال او بيت مال المسلمين والانفاقات او المصروفات اللي هنصرف فيها الاموال دي. طيب يبقى انا عرفت دلوقتي حاجتين، ان المسلمين اسسوا حاجه اسمها مؤسسه كبيره وعظيمه جدا اسمها بيت المال. دي تاسست امتى؟ في عهد عمر ابن الخطاب، بما تفسر بسبب اتساع الدوله الاسلاميه. وطبعا لما اتسعت الدوله الاسلاميه بقى عندها حاجتين مهمين قوي، ليها ايرادات وليها مصروفات. طيب بيت مال المسلمين هو المسؤول عن جمع هذه الايرادات وانفاقها في المصروفات او في المجالات المختلفه اللي هنعرفها النهارده، وتقريبا كده ده هيكون موضوع الحصه بتاعتنا النهارده. تمام؟ طيب تعالوا نشوف، نبدا بالايرادات. هبدا بالايرادات يا اولاد، وعندنا 6 ايرادات لبيت مال المسلمين، 6 ايرادات مهمه تعريفاتهم حفظ كلهم. 6 ايرادات. الايراد الاول او الجزء الاول اللي بيدخل بيت مال المسلمين
هو اسمه الزكاة، والزكاة كلنا عارفين يعني ايه زكاة، ودي تعتبر ركن من اركان الاسلام الايه؟ الخمسة. ودي الركن الكام؟ احنا عندنا الشهادة، شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، واقام الصلاة وايتاء الزكاة. يبقى الزكاة هي الركن الثالث من اركان الايه؟ الاسلام، وهي فرض على كل مسلم، ومن لم يقضيها، اللي ما يقضيش الزكاة يا اولاد يعتبر سقط عنه الايه؟ الاسلام. يبقى احنا عندنا يا بنات الزكاه الركن او الايراد الاول من في بيت مال المسلمين، او الايراد اللي هيدخل بيت مال المسلمين، اول ايراد عندي من الزكاه باعتبارها الركن الثالث من اركان الاسلام، وهي فرض على كل مسلم. ليه؟ هو ربنا فرضها علشان يعني عشان يضايق الناس؟ لا طبعا، ده علشان يعطي الاغنياء للفقراء والمساكين، وده حقهم يا اولاد علينا. يعني حق من يعني القادر ان هو يعطي للمحتاج، لان ده معناه تكافل الدوله الايه؟ الاسلاميه. يبقى الزكاه هي الركن من اركان الاسلام، فرض على كل مسلم. ليه؟ الهدف منها اعطاء الاغنياء للفقراء والايه؟ والمساكين، والانفاق عليهم، يعيش المجتمع الاسلامي مجتمع متوازن، يعني متكافئ، الاغنياء فيه يعني نقدر نقول ايه؟ يكفلوا المحتاجين. طيب يبقى ده بالنسبه للايراد الاول، او اول حاجه عندنا في ايرادات بيت مال المسلمين. 2 الجزيه. يعني ايه الجزيه؟ حد سمع عنها قبل كده؟ الجزيه دي هي الايراد رقم 2. طيب ده مبلغ من المال بيفرض على اهل الذمه. ايه اهل الذمه؟ يعني غير المسلمين، وغير المسلمين يا اما مسيحيين يا اما يهود، دول اللي كانوا موجودين في الدوله الايه؟ الاسلاميه. طب هم بيدفعوها ليه؟ هي ضريبه، او بنقدر نقول انها مبلغ من المال. اقول لكم ليه يا اولاد؟ لان اهل الذمه اللي هم المسيحيين واليهود ما كانوش بيشتركوا في الجيش الاسلامي، يعني ما بيدخلوش في الجيش الاسلامي، لا بيحاربوا ولا بيستشهد حد منهم، ولا بتيتم ابنائهم، ولا ترمل نسائهم. اذا اللي بيحميهم هم الجنود المسلمين. طيب مقابل ان انت قاعد امن في بيتك، امن على تجارتك، امن على ارضك، امن على اسرتك، بتوفر لك الامن والحمايه. في ناس ثانيه ممكن بتدفع حياتها ثمن حمايتك، فانت بتدفع مبلغ من المال لبيت مال الايه؟ المسلمين مقابل حمايتك. تمام؟ يبقى تعالوا نشوف الجزيه هي مبلغ من المال كان بيؤخذ من اهل الذمه، وعرفنا يعني ايه اهل الذمه، دول المسيحيين واليهود، مقابل حمايتهم، وعرفنا يعني ايه حمايتهم، او مقابل حمايتهم من قبل جيش المسلمين اللي بيستشهد من اجل توفير الحمايه والامن والامان لهم. بس ولكن شوفوا تسامح الاسلام وسماحه الاسلام، كان يعفى منها الرهبان والاطفال والنساء وغير القادرين من الشيوخ. يعني ايه؟ يعني تقريبا اللي بيدفع الجزيه بس هم الشباب من المسيحيين واليهود القادرين، القادر ان هو يشتغل او يعمل ويدفع هذا الايه؟ هذا المبلغ، ويعفى منها الرهبان زي ما قلنا والاطفال والنساء وغير القادرين يعني الشيوخ. يبقى ده الايراد رقم 2. يبقى الايراد الاول الزكاه، الايراد الثاني هو الجزيه. الايراد الثالث اسمه الركاز. الركاز يعني ايه ركاز؟ يعني ضريبه يا اولاد كانت بتؤخذ على كل ما يخرج من باطن الارض. يعني ايه؟ يعني استخراج المعادن، ما كانش فيه بقى لسه بترول ولا غاز طبيعي ولا، ما فيش الكلام ده في الدوله الاسلاميه، ولكن الركاز هو ضريبه كانت بتفرض او بتؤخذ على كل ما يستخرج من باطن الارض من معادن زي الذهب والفضه والنحاس الى اخره. ودي كانت اشهر المعادن اللي كان بيعتمد عليها الدوله الاسلاميه، النحاس والذهب والايه؟ والفضه. يبقى الركاز دي ضريبه المعادن، او الضريبه اللي بتفرض على كل ما يستخرج من باطن الارض من ايه؟ من معادن ذهب وفضه وايه؟ ونحاس. يبقى تاني الزكاه ركن من اركان الاسلام، وهي فرض على كل مسلم، يعطي الفقراء او يعطي الاغنياء للفقراء والمساكين من خلالها او عن طريق الزكاه. 2 الجزيه. الجزيه مبلغ من المال زي ما عرفنا بيؤخذ من
المسيحيين واليهود اللي هم بيطلق عليهم اهل الذمه مقابل ايه؟ مقابل حمايتهم، ويعفى منها الرهبان والاطفال والنساء وغير القادرين من الشيوخ. طيب بالنسبه للركاز دي ضريبه المعادن او الضريبه اللي بتفرض على ما يستخرج من باطن الارض من ايه؟ من المعادن زي الذهب والفضه والنحاس زي ما اتفقنا. طيب الضريبه رقم 4 هي ضريبه الخراج. ايه هو الخراج؟ طيب الخراج ده يا اولاد هي ضريبه بتفرض على الارض الزراعيه. اهي ضريبه بتفرض على الارض الزراعيه او كل ما تنتجه الارض الزراعيه في البلاد المفتوحه، البلاد اللي فتحها المسلمون او اخذوها صلحا، او اخذوها ايه؟ صلحا، يعني تصالحوا مع اهلها. وبتقدر قيمتها يا اولاد مش قيمه موحده، هي بتقدر على حسب جوده الارض الزراعيه، يعني الارض اللي بتزرع اكتر اللي هي شديده الخصوبه بتكون بتدفع خراج اكبر من الارض اللي هي متوسطه الخصوبه او قليله الايه؟ الخصوبه زي الارض الرمليه. يبقى الخراج هو ضريبه بتفرض على الارض الايه؟ الزراعيه في البلاد المفتوحه او اللي اخذوها المسلمين عن طريق الصلح، بتقدر قيمتها حسب جوده الارض الايه؟ الزراعيه. طيب ده بالنسبه للخراج. يبقى انا اتكلمت عن 4: الزكاه، الجزيه، الركاز، الخراج. باقي لي 2 من ايرادات بيت مال المسلمين وهي العشور. العشور، والعشور دي ضريبه بتؤخذ على، عارفين يا اولاد التجار اللي بيمروا او بتجارتهم داخل الاراضي الاسلاميه ولكن التجار دول غير مسلمين. يعني حد جاي من اوروبا لو هيمر بمصر هيدفع ضريبه الايه؟ العشور، باعتبار ان مصر خلاص كانت دخل فيها الفتح الايه؟ الاسلامي. هيمروا في العراق، في شبه الجزيره العربيه، بيدفعوا ما يطلق عليه ضريبه الايه؟ العشور. يبقى هي ضريبه بيدفعها التجار الغير مسلمين على البضائع الماره في بلاد المسلمين، ودول اللي كانوا جايين يا اولاد من خارج الدوله الايه؟ الاسلاميه، نظير مرورهم. ودي تقريبا يعني ضريبه معترف بها في العالم كله لحد النهارده. لو في اي تجاره بتمر في قناه السويس او قناه بنما حتى اللي هي ما بين الامريكتين، في اي مكان، اي التجاره او السفن التجاريه او القوافل التجاريه عشان تمر او تدخل اي مكان بتدفع ضريبه. دي كان اسمها ايه الضريبه دي في الدوله الاسلاميه؟ اسمها ضريبه العشور. يبقى هي ضريبه بتؤخذ على بضائع التجار الغير مسلمين القادمين من خارج الدوله الاسلاميه لمقابل مرور تجارتهم داخل الدوله الاسلاميه وداخل حدودها. يبقى احنا كده خلصنا 5 ايرادات: الزكاه، الجزيه، الركاز، الخراج، العشور. بقى لنا فقط الغنيمه. والغنيمه او الغنائم دول انتوا سمعتوا عنها في ايام الغزوات. الغنيمة هي كل ما يحصل عليه المسلمين من مكاسب أو غنائم في الفتوحات الإسلامية أو بعد الحروب الإسلامية. يبقى دي الإيراد رقم 6: كل ما يحصل أو كان يحصل عليه المسلمين من غنائم ومكاسب في فتوحاتهم الإسلامية بيطلق عليه الغنيمة. يبقى دي كلها اسمها إيرادات بيت مال الإيه؟ المسلمين. تعالوا نشوف. خلاص احنا جمعنا الايرادات وبيت مال المسلمين بقى فيه مبالغ كبيره من المال نتيجه للايرادات ال6: الزكاه والجزيه والركاز والخراج والعشور والغنيمه. طب بيت مال المسلمين هيصرفهم في ايه يا شباب؟ تعالوا نشوف كده. بيت مال المسلمين كان بينفق هذه الايرادات اللي جمعها دي في ايه؟ رقم 1 عدوا معانا. احنا قلنا الزكاه مبلغ من المال بيدفعه الاغنياء او القادرين للفقراء والمساكين. يبقى اول انفاق هيصرف على الفقراء والمساكين، وعلى مين كمان؟ على ذوي الاحتياجات الخاصه اللي هم الناس يا اولاد الغير قادرين او المعاقين او ذوي الهمم زي احنا ما بنقول عنهم دلوقتي. يبقى الانفاق الاول بيكون على الفقراء والمساكين، ومين كمان؟ ذوي الاحتياجات الخاصه. ليه؟ لان انا لازم اقدم لهم رعايه، لازم الدوله الاسلاميه تكفلهم لان هم تعطيهم حقهم في الرعايه الصحيه والاجتماعيه، لان هم غير قادرين على العمل والانفاق مثلا على اموال. في ناس بتكون غير
يعني من ذوي الاحتياجات الخاصه ما تقدرش تشتغل. يبقى ده اول حاجه في المصروفات. 2، الدوله الاسلاميه بتنفق على مين كمان؟ على رواتب العاملين في الدوله. في ناس بتشتغل في الدوله الاسلاميه، في يعني عاملين وموظفين من اول الخليفه لحد الجندي الصغير لحد المزارع، دول اسمهم رواتب العاملين في الايه؟ في الدوله. طب بننفق على مين كمان؟ على الجيش والاسطول. على الجيش والايه؟ والاسطول، التسليح، الاسلحه، بناء الاساطيل. اللي احنا بني الاسطول في عهد عثمان بن عفان. طب مين اللي انفق على بناء الاسطول؟ بيت مال المسلمين. طب مين اللي بيسلح الجيش؟ بيت مال المسلمين. فهمتوا ازاي؟ يبقى احنا بننفق على الجيش والاسطول من بيت مال المسلمين. يبقى احنا بننفق على الفقراء والمساكين وذوي الاحتياجات الخاصه. رواتب العاملين في الدوله، الجيش والاسطول. رقم 4، انشاء المؤسسات التعليميه والصحيه زي المدارس والجامعات والكتاتيب، والصحيه زي المستشفيات، وانشاء المؤسسات الزراعيه. كل ما يرتبط يعني زي جمعيات زراعيه، مؤسسه مسؤوله عن الزراعه او اداره الزراعه، اداره الصناعه المسؤوله عن الصناعه، اداره التجاره والعاملين فيها. كل المؤسسات دي بننشئها وننفق عليها من بيت مال الايه؟ المسلمين. يبقى انا عرفت ان انا عندي 6 ايرادات: الزكاه والجزيه والركاز والخراج والعشور والغنيمه. وعندي 5 مصروفات: الانفاق على الفقراء والمساكين وذوي الاحتياجات الخاصه، الانفاق على رواتب العاملين في الدوله، 3 الانفاق على الجيش والاسطول من حيث التسليح والانشاء، 4 انشاء المؤسسات التعليميه زي الجامعات والكتاتيب والمدارس، وكمان المساجد، لان المسجد كمؤسسه تعليميه وكان ليه كمان دور في او يعني مقر الحكم زي ما اتفقنا، ودار للعباده. وانشاء المؤسسات الصحيه زي المستشفيات، وكذلك انشاء المؤسسات الزراعيه والصناعيه والتجاريه زي اداره الزراعه والصناعه والتجاره اللي بيكون فيها عدد من الموظفين. كل ده بننفق عليه من بيت مال الايه؟ المسلمين. يعني تقريبا كده كل قطاعات الدوله، كل قطاعات الدولة بننفق عليها من بيت مال المسلمين، اللي بيوازي حاليا زي ما اتفقنا وزارة المالية. طيب، بما ان انا بتكلم عن الايرادات والمصروفات لازم اتكلم عن النقود في الدولة الإسلامية. من اول من صك العملة؟ خدناها من اهم اعمال عبد الملك ابن مروان. طب قبل صك ده عبد الملك ابن مروان ده كان في اي دولة؟ حد فاكر؟ دولة أموية. الدولة الأموية بالظبط. طب قبل الدولة الأموية، طب احنا قلنا أول مسلم يقوم بصك الدولة هو عبد الملك ابن مروان. طب قبل عبد الملك ابن مروان ما كانش عندنا عملة؟ لا، ما كانش عندنا عملة إسلامية. أمال كنا إيه العملة اللي احنا أو العالم الإسلامي كان بيشتغل بيها أو بيعمل بيها؟ هقول لكم حاجتين: الدينار البيزنطي والدرهم الفارسي. الدينار يا أولاد دايما قيمته أعلى، زي الدينار الكويتي حاليا. الدينار البيزنطي وده كان مصنوع من الذهب. اما الدرهم الفارسي زي ايه؟ ده كان بيصنع من الفضه زي الدرهم الاماراتي. يعني هل لما نيجي نشوف الدينار الكويتي هتلاقوا قيمته اعلى بكتير، او البحريني او العماني قيمته كبيره وعاليه جدا. دايما الدينار اكبر من الدرهم، والدرهم الاماراتي تقريبا بيوازي الريال، يعني حاجه زي كده. يبقى احنا عرفنا حاجتين قبل عبد الملك بن مروان اللي جه في العهد الاموي. يبقى احنا عرفنا اول من صك العمله هو الخليفه عبد الملك بن مروان في العهد الاموي. انما قبل العهد الاموي طول مده الخلفاء الراشدين وقبل عبد الملك بن مروان اللي كان بيستخدم في العمله، الناس بتبيع وتشتري بايه؟ بحاجتين: دينار بيزنطي وده مصنوع من الذهب، او درهم فارسي وده مصنوع من الفضه. بصوا كده يا اولاد، شوفوا زي ما انتم شايفين كده العمله، شكل العمله. ادي العمله الذهبيه وادي العمله الفضيه. هنا اخذت العمله الشكل الاسلامي او الطابع الاسلامي. يعني عندما قام عبد الملك بن مروان بسك العمله او ضرب العمله كانت واخده الطابع الاسلامي. يعني ايه الطابع الاسلامي؟ يعني ما عليهاش صور، وكان يكتب عليها الشهادتين: شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله من ناحيه او من وجه، والوجه الاخر كان بيكون عليه اسم الخليفه، اسم فقط وليست صوره. يبقى ده بالنسبه للنقود المستخدمه في الدوله الاسلاميه. كده احنا خلصنا الجزء اللي احنا يعني اتفقنا ان احنا نخلصه النهارده. هنكمل باذن الله الحصه اللي جايه.